السلام عليكم. رسميا فريق بيترو اتلتيكو الانجولي خارج بطولة دوري السوبر الافريقي او الدوري الافريقي بالمسمى الجديد، والسبب طبعا كل الناس عرفت انه موقوف لمدة موسمين عن ممارسة كرة القدم من جانب الاتحاد الانجولي لكرة القدم. فبالتالي الاتحاد الافريقي حاليا بيبحث عن البديل، واحنا طبعا هنقول لكم على البدلاء او الاندية اللي هتيجي تكون موجودة بدلا من بيترو اتلتيكو. لكن عايز اعرفكم بس سريعا، بيترو اتلتيكو توقف لمدة سنة بسبب الرشاوي. يعني كان في نادي دفع لنادي يعني تاني رشوة عشان يفوز على نادي أول أغسطس عشان منافسة على الدوري. يعني قصة خلينا بعيد عنها. المهم جدا يعني، أو المهم الناس تعرفوا إن خلاص الفريق توقف ومش هيلعب مباراة دوري السوبر الأفريقي. وفي خلال أيام، يعني من أيام كده، من 3 أو 4 أيام لحد أسبوع، الاتحاد الأفريقي هيعلن عن البديل. والبديل أو البدلاء اللي هم البارزين يعني واللي في الصورة حاليا، هم عايزين يجيبوا نادي حوريه كوناكري. لكن في ناس كتير بتضغط حاليا وبتتكلم في الاتحاد الافريقي ان البديل يكون نادي جزائري. واقول لكم برضو على الانديه المتوقع انها تبقى موجوده من الجزائر. واكيد طبعا هيبقوا الخمس انديه الكبار، يعني هيبقى نادي من الخمس انديه الكبار. عندنا مثلا شباب بلوزداد، زي ما اتكلمنا امبارح قلنا فريق شباب بلوزداد اخر 4 مواسم هو بطل الدوري الجزائري، واخر 3 مواسم في دوري ابطال افريقيا دايما موجود في ربع النهائي. فبالتالي اللاعب فريق شباب بلوزداد النقاط بتاعته عاليه جدا، وتصنيفه عالي في الترتيب، اللي يعني في الترتيب بتاع الاتحاد الافريقي او التصنيف. وفريق طبعا ليه اسمه وليه قيمته الفنيه وليه جماهيريته. الفريق الثاني فريق اتحاد العاصمه، والمتوج وحامل لقب كاس الكونفدراليه، واللي هيشارك في السوبر الافريقي قدام الاهلي يوم 15 في الشهر اللي احنا فيه، شهر سبتمبر. فاحنا برضو بنتكلم عن نادي قوي، نادي عنده شعبيه، نادي عنده تاريخ جيد على المستوى المحلي، وبدا يعمل تاريخ على المستوى الافريقي. النادي الثالث هو نادي شبيبه القبائل. نادي شبيبه القبائل طبعا زي ما كلنا عارفين انه اكتر فريق توج بالبطولات في الجزائر، ومن اكتر الفرق اللي عندها شعبيه مش بس في الجزائر بل في افريقيا. فبالتالي برضو اسم شبيبه القبائل مرشح بقوه انه يبقى موجود. النادي الرابع نادي مولودية الجزائر. نادي مولودية الجزائر بعيد الفترة الأخيرة، بعيد عن المشاركات في أفريقيا. يعني مشاركاته حتى ما كانتش مؤثرة في السنوات اللي فاتت، لكن في الوقت الحالي أصبح معاه فريق قوي، وهم يعني بيدرسوا الموضوع بناء على ذلك. بما ان الفريق معاه تشكيله قويه في الوقت الحالي، وبدا يضم لعيبه دوليه، امثال طبعا زي ما اتكلمنا امبارح يوسف بلايلي وجمال بالعمري، واكتر من لاعب من اللعيبه المهمه كانت في المنتخب الجزائري، وما زالت. يعني يوسف بلايلي يقدر يرجع المنتخب الجزائري في اي وقت، لانه لاعب مهارته عاليه جدا ويقدر يبقى موجود في المنتخب الجزائري في اي وقت. فهنا برضو مولودية الجزائر ما زال في الصوره. النادي الخامس هو نادي وفاق سطيف. نادي وفاق سطيف برضو المشاركات بتاعته في السنين اللي فاتت كانت مؤثره جدا. كان فريق دايما بيقدم مواسم هايله في دوري الابطال، ودايما كان خصم عنيد ما بيبقاش سهل حتى لو مستواه ضعيف. ودي طبعا الحاجه اللي بتميز شبيبه القبائل ووفاق سطيف. حتى لو الفريق منهار والفريق مش معاه اللعيبه اللي تليق باسم الفريق، ومع ذلك لما بيشارك في دوري الابطال بتشعر انه فريق كبير وبيلعب بالشخصيه الكبيره. فعندنا كمان فريق وفاق سطيف. الخمس فرق ربما يتم اختيار فريق منهم الى جانب فريق حوريه كوناكري الغيني. طبعا حوريه كوناكري الغيني زي ما اتكلمنا لا تاريخ ولا شعبيه ولا قوه فنيه ولا قيمه تسويقيه، ولا يملك اي حاجه يعني من الصفات الكبيره بتاعه الانديه الكبيره. فبالتالي حوريه كوناكري اعتقد يعني انه هيبقى مستبعد شويه. فعندنا بنسبه كبيره جدا هيبقى نادي جزائري. لكن هنا في الوقت الحالي اصبح دور الاتحاديه الجزائريه او الاتحاد الجزائري لكره القدم، هنا دوره لازم يبداوا يتحركوا ويضغطوا عشان يشارك نادي جزائري. طبعا يعني ده واقع، اللي انا هقول لكم عليه ده واقع. في السنين اللي فاتت حق الانديه الجزائريه دايما بيضيع، وانا شفت الكلام ده اكتر من مره، سواء على المستوى التحكيمي في افريقيا وعلى مستوى اشياء كتير. يعني دايما الحق بتاع الانديه الجزائريه مهدر في الاتحاد الافريقي. فلازم هنا دور الاتحاد الجزائري لكره القدم انه يضغط وانه يحاول يحط نادي افريقي، او عفوا نادي جزائري في بطوله دوري السوبر الافريقي، لابد من ذلك. وطبعا ادارات الانديه، كل الانديه اللي اتكلمت عنهم المفروض ان الادارات بتاعتهم تبدا تضغط على ذلك. طبعا يعني زي ما انتم عارفين الزمالك، الناس اللي بتطرح اسم الزمالك والناس اللي بتطرح اسم الرجاء صعب جدا او مستحيل انهم يبقوا موجودين، لان هم قالوا خلاص الدوري السوبر الافريقي هيبقى نادي من كل دوله. ما ينفعش، او يعني ما ينفعش دوله يبقى فيه منها ناديين. فعندنا الوداد خلاص الموضوع انتهى، وعندنا الاهلي الموضوع انتهى، وكمان الناس اللي بترشح النجم الساحلي عندنا الترجي، فالموضوع انتهى خلاص. الموضوع كده اصبح في ملعب الجزائر، والكره اصبحت في ملعب الجزائر. ادارات الانديه لابد انها تضغط، واداره او الاتحاد الكره الجزائري لابد انه يضغط في الوقت الحالي عشان يبقى في نادي جزائري. انا طبعا اتمنى نادي جزائري يبقى موجود، لان البطوله هتبقى افضل واقوى، بغض النظر ان النادي الجزائري اللي هيجي هيواجه سان داونز.
لكن الأندية الجزائرية دايمًا بتقدّم مستويات هايلة في البطولات الأفريقية، وبتظهر الشخصية اللي إحنا ما بنشوفهاش طبعًا غير في أفريقيا يعني، لذلك نتمنى طبعًا نادي جزائري يبقى موجود. بس هي دي آخر معلومات خرجت من الCAF في الوقت الحالي بخصوص النادي اللي هيبقى بديل لفريق بيترو أتلتيكو الأنجولي، وأي مواضيع جديدة طبعًا أو أي أحداث جديدة هتحصل من خارج الCAF أو من داخل الCAF هننقلها طبعًا ونقولها للناس ومتابعين صفحتنا الكرام. بس وأنا في النهاية باشكركم والسلام عليكم.